ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى عليه الصلاة والسلام. طبعا النهارده ابراهيم قال لي انزلي، كان لسه راجع فقال لي انزلي، بقول له انزل ليه؟ قال لي انزلي بس هقول لك. قلت له طيب ماشي، رحت نازله. خلعنا من الاولاد. فبيقول لي صوري، اقول له صور ايه؟ طيب قول لي هنعمل ايه؟ قال لي مالكيش دعوه صوري بس. انا سايبه له الكاميرا ليه وهو مش عارفه هو يقول. النهارده انا هعزمك انا وانت بس. تمام؟ شوف الحته اللي انت عايزه تروحيها. انا في محل على هوايا ما اعرفش يجي على هواكي ولا لا. هو ابراهيم عايز ينفذ. اصل انا امبارح بقول له انت قعدت تقول قدام الناس ان ايامنا كلها هتبقى عيد، مش بس الثلاث ايام عيد الفطر. فباين هو عايز ينفذها عملي يعني. طيب اكل فين؟ انا مش عارفه والله. انا في بالي محل وانت هقول لك وانت قولي لي حلو ولا لا. طيب هاكلك سمك عند قدوره في المهندسين. موافقه طبعا. بجد؟ طبعا. طب خليكم معانا بقى عشان الطريق طويل واصور لكم حته من الطريق. خليكم معانا. لسه الناس معيده برضه. بص الدنيا فاضيه والله. هيبدأوا ممكن من يوم الاثنين. ايوه صح. ولا يوم الاحد، الحكومه يوم الاحد. ان شاء الله. الزمالك دي فاكر لما كان عندك هناك، فاكر هناك ساعتها كان صيانة. كانت صيانة. الدورة اهو. ماشي هنلف. ولا نكمل على طول. ده شارع جامعة الدول العربية. أنا عارفة كل حاجة يا حبيبي. ادعي اللي عرفك. انت عارف اللي انا عرفت؟ أنت عارف، أنت عرفت إن أنا عرفت؟ انا عرفت اللي انت عرفت اللي انا عرفت. طب أنت عرفت إن أنا عرفت، عايز إيه دلوقتي؟ مش عارف حاجة. جينا قدورة يا جماعة هنا. طبعا لقينا اطفال هنا عاملين ازعاج، مش عارفه اصور لكم. سامحوني معلش للصوت. لا بص انا طلبت شرب. ادي السلطه جت، وادي بابا غنوج، وادي الطحينه بتاعت ابراهيم. بدل يا ابراهيم عشان انت دي بتاعتك انت. دوق بقى الشوربه وقول لي يا ابراهيم. بسم الله. الدوره لا يعلى عليه. بالليمون احلى ولا كده؟ لا بالليمون. طب حط لها بقى ليمون بقى. دو انت بقى. انا ادوق كله. هات لي كله. هات له كله لوحده. الليمون جامد. السلطه ما شاء الله ما عليهاش بصل. بابا غنوج تحفه. بتعملي ايه فوق؟ باكل كابوريا. الف هنا. مسكر ايه؟ طلع لك حته تدوقها. بسم الله. دي اللي طلعت يا جامده. اما مسكر قوي. الف هنا. هو المسكر للمسكر. ثانك يو. بصوا الشاي احمر ازاي يا جماعه. طعمها حلو قوي الف هنا. والله.
انا عاملين دايت انا وابراهيم، فقلنا ناكل بس الحاجات دي. انا طبقي فاضي اهو، دايت على الاخر. لا الاكل لسه جاي. متمزز كده. خليكم معانا لما يجي الاكل هنوريه لكم كله. بصوا انا جاني اهو الصبيت المقلي. لا مقلي ايه؟ هنهرج. صبيت المشوي. لسه بتاعك انت. بتاعنا بتاع ابراهيم بقى ده مشوي هو عايزه مقلي، وده جمبري مشوي هو عايزه مقلي، ودي مكرونه الصوص الابيض مقلي. مقلي. بس الدنيا غليت قوي كده. الواحد زمان كان يدخل السوبر ماركت يجيب جبنه ويجيب لانشون ويجيب بسطرمه ويجيب بلوبيت، يجيب حاجات كتيره قوي قوي، كنت مهيص الدنيا. بس دلوقتي لا دلوقتي ركبوا كاميرات. المقلي اهو بتاع ابراهيم، وادي المقلي التاني. دوق بقى وقول لي ايه رايك. رايي معروف، رايي معروف يا ست الكل. ده الصبيط. دوق الجمبري بقى. جاد الف هنا وشفا. وانا كمان ادوق يعني ماليش نفس. الدنيا يدوم علينا نعمه. بحب اخد كده بابا غنوج. لا حلو. لا حلو. طبعا مش عارفين نصور عشان احنا طبعا في المكان، هنصور لكم على قد ما نقدر. معلش عشان احنا لوحدنا بس. لوحدنا. بس مش احلى حاجه احنا لوحدنا. على قد ما اقدر احاول اظهر لكم والله. تحفه تحفه. الترابيزات هنا كبيره. عريضه الترابيزات كبيره قوي. ده بقى الكل بقى الرجاله انا عارف الحلوه. رايهم ايه. نداء للرجاله الحلوه الجميله. عايزاكم برضه تاخدوا ايه؟ ستاتكم اللي تعبوا وشقيوا يا ريت تفسحوهم، مش لازم في قطوره يعني. لهم ماشي كلام. رجعوهم مش مشكله. لسه بقول لابراهيم امبارح عايزين نروح اسمه ايه؟ ماجيك لاند برضه صح؟ لا بالليل مش هينفع. انا افهم من كده ان انت عايزه تروح ماجيك لاند بقى. شفت بتجيبها لي ازاي؟ عايزه مرجح ايونا. ان شاء الله. عيال ده مشكله. لا بابا لبس، جده لبس، راح جايب له الشوز ويدوله بيقول له خد لبسني. صح؟ فجه ابراهيم بيقول لي الحقي. قال لي ده ايام جايب لي الشوز، يقول له خد ويرفع له رجله. اداني الشوز وبيرفع لي رجلي البسها. يفكر نفسه خارج معه. انتوا عارفين عشان نخرج من الايام بنعمل ايه؟ لازم اتنين ياخدوا بالهم منه جوه في الاوضه، واتنين بره عشان لو طلع يشغلوه.
وتقريبا يعني لازم يقفل عليه الباب. ولو خد باله ان احنا قفلنا الباب، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش عايزه اقول لكم بيعمل فينا ايه ايه. ربنا يحمينا. يا رب. يعني من الحاجات اللي يعني ربنا بيكبر خاطر البني ادم، بيحسسه ان شاء الله خير يعني. انا في العشر الاواخر من رمضان الحمد لله شفت النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. احكي لكم المنام، احكيه لكم. صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. مشتاقين صح؟ كلنا مشتاقين. اقول لكم احنا مستنيين. المهم انا كنت انا وحاجه، مش عارفه انا وهبه ولا انا ونوره، والله ما فاكره. المهم ايه، ماشيه انا، المهم دخلت جامع كبير قوي قوي. فالمهم بقول ايه، وانا بقول للي معايا يعني مش عارفه مين، يا نجلاء يا هبه اختي يا نوره بنتي. فعماله اقول ايه، هو انا مش هشوف النبي ولا ايه؟ فلقيت واحد من هناك من قلب الجامع حاطط عمه بيضه ومش عارفه ايه، فبيقول لي عايز تشوفي النبي؟ قلت له اه. قال لي طب غمضي عينك واعملي كده الاول. قال لي اعملي كده على جنب اليمين كده اهو، دي ايدي اليمين، اعملي كده وبصي في القبه بتاعت الجامع وغمضي عينيكي وهتشوفيه. المهم انا كاني غمضت عيني بس أنا مش مغمضه يعني. ففتحت كان يعني انا مفتحه، فلقيت النبي عليه الصلاه والسلام كانه نازل من فوق عند القبه بتاعت الجامع ديت، وحد حضنه من الجهه الشمال وبيبوسه. كان لابس تيشيرت اسود، شعره يا جماعه اسود اسود كحيل، اسود اسود، وفي موجه خفيفه جدا ومش طويل قصير كده، وحواجبه دي تقيله جدا جدا جدا، وهو يا جماعه مش ابيض، هو قمحي كده. ده اللي انا شفته والله. وبقه مش صغير يعني كبير شويه. كان عنده شنب، انا عارفه ان ابني ما عندوش شنب، ما اعرفش والله يا جماعه، او يمكن ما عندوش شنب وانا ما خدتش بالي، وعينه واسعه. ده اللي انا شفته والله العظيم. فشفته في ايام مباركه يعني شهر رمضان، في العشر الاواخر من رمضان. فاكيد دي ليها يعني يا شيء ايه هو يعلم الله سبحانه وتعالى. لعل ربنا سبحانه وتعالى بيحاول يكبر بخاطري في امر، في شيء يعلم الله سبحانه وتعالى. عارفه ممكن يكون ايه؟ ممكن تكون دي ليله القدر. والله حد قال لي كده والله العظيم، اختي نجلاء. النور كانت بتقول عليه الصلاه والسلام حواجبه تخين من هنا ونزل على رفيع. ايوه. فجابت حد على اليوتيوب بيوصفه، اول ما يقول حواجبه تخينه ونزل على رفيع تقول ايوه يا بابا هو ده. عليه الصلاه والسلام. انا لما صحيت ما كنتش مصدقه نفسي والله، قلت ايه ده معقول انا شفت النبي؟ انا شفت النبي وصورته لحد دلوقتي في ذاكرتي، والمنظر كله يعني شكله كل حاجه لحد دلوقتي في ذاكرتي يعني ما راحش. وبقول لضحى قعدت تقول لي هما شكله ايه يا ماما؟ قلت لها شكله كذا 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 كذا، كنت واصفه لها شكله. ونوره برضه سبحان الله في نفس الوقت يعني في نفس الكام يوم دول اللي هم بتوع 10 اواخر من رمضان شافت برضه النبي عليه الصلاه والسلام، وعرفت بعدها. فهي ما يقولوا انا محتاره احكي ولا ما احكيش. قلت لها لا تحكي طبعا، الناس هتفرح. فسبحان الله الحمد لله رب العالمين ان ربنا يعني خلاني اشوف النبي عليه الصلاه والسلام. دي حاجه جميله جدا، عقبالكم ان شاء الله وكل نفسه ان شاء الله باذن الله. ابراهيم بقى شاف عمر بن الخطاب صح؟ رضي الله عنه والله. وشاف مين تاني؟ شاف ابو بكر، سيدنا عمر. سيدنا عمر بس؟ والنبي عليه الصلاه والسلام. سبحان الله التوقيت بتاع نوره نفس يعني يعتبر نفس التوقيت بتاعي في رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. دي حكمه. عارفه انا خرجتك ليه وفاء؟ ايه؟ عارفه انا خرجتك ليه؟ خرجتني ليه؟ عشان حلمت بالنبي عليه الصلاه والسلام. كل ما تحلم بالنبي اخرجك. والله يعني
بفضل الله. ان شاء الله هطلع لايف قريب باذن الله. كل ما انا اطلع لايف، لا بس ممكن النهارده يعني النهارده يعني ممكن الناس تقول ده بكره، لان اطلع لكم قبلها يعني. ان شاء الله باذن الله نطلع لايف ونتكلم مع بعض باذن الله، وندردش بقى في المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. المواضيع اللي بيني وبينكم. بيني وبينهم حاجات كتير قوي. بس انا عايزه بس افهمكم حاجه يا جماعه. يعني شيماء كانت فاتحه لايف وخلاها اطفال بصراحه، يعني بقول لك كلام مش صعب، بس اقول لكم على حاجه. جبر الخواطر على الله. فحتى لو انتوا صغيرين انا ما لومش عليكم، انا لوم على الكبير اللي ربى. فتعرف انت ربيت صح ازاي لما تلاقي الناس تحب عيلك تدعي له وبتدعي له وبتتكلم عليه بجد كويس. فتأكد انك انت ربيت صح. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. عجبتك ده؟ طبعا. والله العظيم اقسم بالله فارس ابني كنا ساكنين مره، فصاحب العماره كان بيقول لي ربنا يديني واد زي فارس. والله العظيم ده حاجه تشرفني وحاجه تبسطني جدا، لما الاقي حد يقول كده يتمنى ان ابني يبقى عنده هو زيه. طيب والله العظيم برضو نورة بنتي زمان كنت انا عندنا مصنع صغير كده ملابس، كان عندنا ناس بنجلاديش شغالين معانا وكده فيه، هم بيفطروا. والله العظيم الناس هناك حبوني جدا وانا فاتحه المكان ده. قلت لهم انا عندي بنت كبيره كانت ساعتها في الجامعه. قالوا لي انت عندك بنت كبيره احنا ما شفناهاش ليه؟ انت هنا بقالك معانا يجي 3 سنين 4 سنين. قلت لهم لا ما بتنزلش خالص، يعني نورة بنتي بطبعها ما بتحبش تخرج يعني. ففي ناس كتيره يعني الحمد لله لحد دلوقتي بيتكلموا في ظهرنا بطريقه كويسه، ما بيظنوش فينا الظن الوحش. فاعرفوا ان لو حد ليه حق عند حد ربنا سبحانه وتعالى يجيبه له، ده ثقه في الله يعني. فربنا كريم وربنا بيعوض وربنا بيرزق، وان شاء الله ربنا يرزقكم بالذريه الصالحه ويديكوا احسن اطفال في الدنيا باذن الله، يجعلهم سندكم ان شاء الله باذن الله. واللي ما اتجوز ان شاء الله ربنا يجوز ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله، ويديله ان شاء الله الزوج الصالح، وربنا ان شاء الله يرضيكم جميعا باذن الله. يا رب يكون الفسحه عجبتكم. بس مش عارفه ابراهيم هيشربني حاجه ولا لا. احلى حاجه مش عارفه لسه، هنشوف يعني. لو شربني اصور لكم. ما شربنيش يا جماعه، ما تحرجوش يا جماعه، كتر خيره يعني كتر خيره اكلني سمك وجمبري. عايزين ايه تاني من الدنيا؟ احنا هنقرا يعني مش عارفه والله العظيم. بس عايزين نشرب حاجه ساقعه برضه عشان خاطر نهضم. نشربك. ماشي تشربني يعني؟ ما تنسوش الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اهم حاجه الصلاه على الحبيب يا جماعه. فعلا حبيب الله. ابراهيم قال لي زي ما جبت لك عصير لازم تصوري للناس. قلت لها صوري، انت عايزه تضيع عليا الفيديو. لا والله الحقانيه، كنت هقول لكم في اللايف اللي كنت هطلعه ما تقلقوش يعني. واحد حقاني. طبعا الدنيا ليلت علينا وضلمه ظلام كالح، بس ان شاء الله مصر جميله. بصوا شربنا من عند فرغلي، مش عارفه باين ولا لا. بتاع معكوس يعني، اقروا بالمعكوس يا جماعه، اقروا بالمعكوس، عشان طبعا بصور من الوش يعني. زي امبولانس كده. زي ايه؟ امبولانس. ايه امبولانس دي؟ هم حبايبك هيقولوا لي. مش عارفه. طيب كده علشان خاطر الفيديو حاسه انه طويل والله حاسه انه طويل. طيب اكتبوا لنا اقتراحات لو انتوا عايزين، انا ان شاء الله هعمل لكم. ليه يا جماعه لما انا مش قايله لكم القناه دي بتاعه الطبخ؟ ليه لما بعمل طبخه ليه ما بتشوفوهاش؟ ليه عايزين نعمل تحدي؟ ليه بتجرونا للرذيله ليه يعني؟ انا مش هعمل تحديات والله، مش هقدر يا جماعه، مش هقدر، مفيش حد يعمل ولا. ان شاء الله باذن الله هعمل الاكل، وان شاء الله نقعد وناكله قدامكم وان شاء الله
تكون فيديوهات حلوه وتنفعكم، واكتبوا لي اقتراحات غير التحديات بالله عليكم، وهنعملها مع بعض ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه تصلوا على النبي، عايز تصلوا، بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.